أزول السلام عليكم أيثما تسويثما إريفيين تريفيين ماني ماتجام. زود اللي غاش الفيديو ذا مزيان توضيحي باش أدعرق خلي اتهامات نون ميقان جابر الغديوي منظمة الوحدة الريفية بالخصوص ومجموعة من التنظيمات النهضية الريفية وحتى الفعاليات الريفية المستقلة بطبيعة الحال. التهمة وهي أنه اتهم منشين كريفيين كمنظمة كمجموعة من الفعاليات نازو نافع الدعوة إسبانيخ القضية الملف الغازات السامة. نشبحكم أنني عضو منظمة الوحدة الريفية وبصفتي نائب الرئيس. تأكد غريفيا بشكل واضح أنه منشين كمنظمة وغانا تشنية نهائيا أنافع الدعوة ضد الدولة الإسبانية بما يتعلق الملف الغازات السامة. بالعكس نشنين نطمح يجن العلاقة طيبة المستقبل أكسباك الدولة الإسبانية وعين الزاقن غنشين أنه فعلا إسبانيا غاس مسؤولية تاريخية لمجموعة من القضايا، ولكن الشين نعزو تيريجن العلاقة الطيبة أتيرين تفاهمات القضايا ني بشكل ودي في إطار المصالح المشتركة. ولهذا تأكد المرة الثانية أن الاتهامات المسمى جابر الغديوي اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة وقي يومين ديقوان يعني عم قريب ربما نهار ربما تتشا نشين كمنظمة الوحدة الريفية نصداج البيان توضيحي إلى الرأي العام باش نبين الموقف النغزي مجموعة المسرعين ونقرض خسير نوميقان جابر الغديوي إذا تقن اتهامات التخوينات يمينا وشمالا في يعني شي كل يعني يمكن لدينا بدون استحياء صراحة. والشين صراحة رغم أنه دائما اتهمنا يتخوانا غير تهجم دخلنا قال الله يفاتينس يتثق الحياة الشخصية العائلية ويقاضي خارقا بخويا ما يتعلق بالمواقف الشين يعني شين الأكاذيب الافتراءات لا أساس لها من الصحة ومن يتبينت يعني الضحايا الفكرية والانحلال الأخلاقي السيدة ونيتين ويجي حد زريفيا يخون الجميع يسخارق الجميع وقاسني ريفيا يسيت صنفني السيدة ونيتين يوذان بما ذاك التقان بشكل أو بآخر أنه على التسجيل وقت تسلم الحقيقة السيدة والدين لأن إسخار خاهم إسخار خيري فينا تسمى عامة ويعني ويتحاول ما أمكن أضيف الرضيخ في نس شي طريقة حمقى يمكن أن نسمى لأنه يمريد يجي الإنسان أضي يصرح السياسة أضي يصرح إذا في القضية نعرف أتف أول واحد إذا في حقس الوضع عبد الضعيف، ولكن في لحظة مثلا يعني قيمين يعدون براقي كيسم الحزب الني درك أنه يوذن الني خصوصا تاع الخصوص أن يجي الإنسان يعني عديم الثقة وتجي وسدا جبوت من ذاك الصديق وخير دليل العلاقين الطويلة أكثر ما تعزز قراولي يعني ربما اكتازت من سنين ورغم قالوا يخونيث يخدعيث ذي مسائل شخصية المسائل العائلية ونخلي ذي القضية مسائل التنظيمية ربما سياسية بين قوسين. ولهذا تأكد للمرة الثالثة أن نشن كمنظمة عفوا أن نشن كمنظمة الوحدة الريفية شن تمارس السياسة القضية جد عالقة إسبانيا طبيعة الحال تودر وقت خاص نتسيور بكل مسؤولية وبكل أمانة لأنه المسؤولية أخلاقية قبل ماتيري سياسية لأنه نشين ملتزمين أخلاقيا أقاريف ذريفيا وذا نتحرك بشي النوازع ذاتية
وذن تحرك بوشين أهداف يعني شخصية، وإنما تحرك الغلواز يعني الانتماء إلى الريف. القضايا العادلة ونازو خاص ندافع بكل مسؤولية وبكل أمانة، ولكن بطريقة معقلنة، بمعنى أنه لكل مرحلة ما يناسبها، ونتأكد الوحدة الريفية، لأنه الشيء من بين الأهداف المرسومة بمنظمة الوحدة الريفية هو أن ندافع ريفيا، وكذلك أن نوحد ريفيا على اختلاف انتماءات السياسية الفكرية وحتى العقائدية. يعني رغم أنه شي نسني ريفيين دي مصر من المراقي الأغلبية، ولكن ديني بذاني ريفيين كيرنا ذي مثنا قاسم المعتقدات النغني، وإن كان النسبة الطمزيان ربما ديني وذاني تيمن شي قاسم المعتقدات، ولكن شي تهمني أنا وأن نسموني ريفيا باش لأن القضايا نعرف وزعما خاصنا ندافع سي الحزب نخصمو منظمة سي نتكمش تيوذان، وإنما القضية نعرف تحتاج الجبهة ريفية. باش تيريج الجبهة ريفية خصها تيريج من وحدة ريفية، وكذلك خصها تيريج من حاضنة شعبية. منايا لحدود اللحظة نتفتقد نمشي نكالي ريفيا بكل وضوح، لأنه 10 سنين أقام الميدان نلقاش قراءة دقيقة للواقع الريفي، فأنه دين الأمور مجموعة من الأمور خصها إعادة النظر في علاقتنا قويوية ذي ريفيين، لأن الوحدة جاني ريفيين أمر حتمي وضروري. بدون يعني برا الوحدة يعني الالتحام ريفيين وزما نواجه وزما يعني أن نطرح القضايا نتاع الريف بشكل عام، ولكن نازو أنه المرحلة الراهنة هو أن نوحد الريفيين الوادم نسنا ونتفكر قيتار شين الترافع خشين الملف، لأنه منين عاد يقوج الطاس وغنغبو النية نترافع خصوصا اسبانيا، وغنغبوش النية نهائيا نترافع، وإنما نهزو طبيعة الحال أن الدولة الإسبانية مستقبل أنه هذا نتصنف هذا نتفهم باش نخلق علاقة طيبة كيدس، على أساس أنه أن نعالج القضايا اللي بشكل ودي في إطار المصالح المشتركة جانا الريف إسبانيا، لأنه جنشين جان نعرف إسبانيا ذين علاقات وخما إن كان دين فترة من يعني تعيش الصراعات والحروب يعني طبيعي، لأنه يرجع فترة يعني الاحتلال الإسباني على الريف، ولكن من بعد دين علاقات يعني دين التعايش ريفيين دي إسبانيا على مدى 50 سنة، ودين يعني تشكل ثقافة مشتركة، وخصوصا أنه نشين ريفيين نتشبع الثقافة الإسبانية يعني أسباب تاريخية وثقافية حتى إعلامية، ونسن بأنه نشين واعيين بأنه يعني أن إسبانيا شين كشعب ريفي غنخير المصلحة للدولة الإسبانية، ومن هي يعني بمنطق الحسابات السياسية بالمنطق السياسي، وبالتالي نشين لا نطمح أن نترافع ضد إسبانيا أخل ملف الغازات السماء كما يدعي المسمى جابر الغديوي للأسف الشديد، ويتحول ما أمكن هذه يفتعل المشاكل الصراعات. نشين هذه زقوة من عنا نخل منظمة الوحدة الريفية مجرد من بعد 24 ساعة اتهمنا بأنه نشين صناعة مخابراتية، بأنه نشين العملاء، بأنه نشين الخونة، ولكن حقيقة نش عماس خونا وعماس خونا، ولكن يبيند خيج الضحالة الفكرية ممكن غنجيني والانحلال الأخلاقي اعتقادا منه أنهم كل ما يكوارا نغنشنين نغي هاجم دخان غنشين نغي خونا أنه تري غاس المصداقية أكثر، العكس، لأن إريفيين أغلبية إريفيين السنن مليح من يعني نرد نشكوتي، السنن مليح من يعني عزيزة قراولي السنن مليح من يعني ثومات ماسين طبيعة الحال، والسنة صدق النغ القضايا نعرف، ومن هي تأكدت تضحيات النغ الجسيمة التي لا يعلمها إلا الله، خصوصا الشين على بزاف من أجل القضية نعرف وعاد روح نتعالى يعني مختلف الواجهات، ولكن
عماش نفكر أنخون حد ولا أنهاجم حد، واخا نختلف شخصيا يوقع في الهجوم من طرف جابر الغديوي وبعض الأتباع الناس باش نتكمش في يوذان ونشوف نتلوم خشي لأنه الضحايا السياسة التضليلي خاصني تمارس بالأكاذيب بالافتراءات، ولكن قاسم أمامنا التاريخ أدي سجنها تسنم الحقيقة، لأن الحقيقة يمكن تسنم شي عام عامين، ولكن المستقبل غيحكم كل واحد الزينة أدي بينا وقد جان الخائن وقد جان الصديق مع القضايا نعرف، لأنه القضايا نعرف بالنسبة لنش وبالنسبة للمنظمة الوحدة الريفية لجن القضية مقدسة وضغان جن الدرجة القدسية، ولكن الناس خاص ندافع بطريقة معقلنة بطريقة ذكية. إذا غيجن أن نحقق مكاسب سياسية لصالح القضية نعرف، ماشي إذا غيجن ريفيا تعانان وتضعيفا أكثر ونش قاس تساوي قال جابر الغديوي نش تحمل غير المسؤولية التاريخية والأخلاقية شك بالضبط كل شيء من يوقع لك الحراك من يتوقع النهار السرعة ريفيا الشكل ذاك سهما رغم النصائح المتكررة يريد جان فيما سبق كيما يعدون أنه ما تنصحكش دائما واش كتسلم انايا مليح انه قاك بعد سني ريفيا وتخوان بوي ريفيا وخمير ميعنا واخا يهاجميش انت نيغي ذو في ذي عباقشين الموقف تناقض داك الموقفينك شيخ مشغرينك عباق المواقفينك التزم الزهك الشك وحاول تقنع ذي، ولكن للاسف الجاهلينك الكلاخينك الانحلال الاخلاقينك النرجسيينك الغرورينك التخلفينك الفكري يجعلش تزارض وذان كلهم على خطأ إلا شكيجن على صواب. التوبيقان الحماقة التوبيقان الظلامية الحقيقية، لأن الظلامية تجيشي الحركة السلفية وإن الظلامية التاريخ لقي وذان وخو تجيشي دي سلفيا، ولكن لأن الإنسان خميتيري عدمي ويتفكرش يسرع عقل ويخزاش الواقع مهجة يتواريخ فين سنتو هيك جان على صواب قد تونق القمة العدمية، لأن الإنسان يتحلل الأمور بطريقة خاطئة يتجاهل الواقع، وبالتالي أي موقف بنات أي خطوة جيت وإلا المآلين الفشل لأنه وذجشي مبنية خرج القراءة دقيقة وعلمية للواقع، خصوصا ما يتعلق الإمكانيات الذاتية سواء كشخص ولا كأفراد ولا كمنظمات ولا كتنظيمات سياسية، وكذلك من يتجنب الواقع الريفي في ظل الاختلافات يعني التوجهات، لأن الشيء وزمان اختلف الشعوب الأخرى يعني عن التعددية يعني الفكرية الثقافية غان يعني الاختلافات يعني وغان الخلافات كذلك، وبالتالي نشين دي الشعوب الأخرى لأن الشعوب الراقية يتقدم يحكم الديمقراطية بالحرية الانعتاق اعترف نسوية ويا احترم مناوية ويا والنموذج هو النموذج الأوروبي نتورا قنتعيش الحمد لله في أوروبا نتورا كلشي، لكن السيدة والدتو قال جابر الغديوي رغم أنه أعتقد يمكن نكتزع 10 سنين زقوا ما قد في أوروبا لكن لا يتعظ يعني ويستفد شيء زيد تواجد نسقي أوروبا يعني باش هذه تشبع القيم الديمقراطية بالحرية التعايش الاحترام منايا وزاكشي تشبع شي يتبان من خلال السلوكات الناس ويتحاول كل لايف هذه يفتح المشاكل الذي هذه هاجم خيوذان بدون استحياء هذه خوض في الأعراض اليوذان يوض درجة أنه يجبد تمغارين يتهاجم تمغارين الصراحة يعني الصراحة السيدة يعني يوض يعني يتجاوز الحدود يعني التصرفات غير اللائقة والاعتداءات نس سواء الشفهية
حتى المعنوية في حق الشرفاء، في حق المواطنين البسطاء ريفيا، وفي حق الفعاليات الريفية المناضلين طبيعة الحال يتجن سابقين، لأنه ضروري نقول الاحترام يوذاني ريفيا وزما ذاك التقن وزما أكثر المصداقية كسنين ناش يعني تهجبتون ونتحترمتش وزما يجي السيدة وانيتين وشخصيا رغم التهجمات المتكررة يعني يعذر اللايف وخا غادي يهاجم تخافينيش عزيز مغارين كذا يقاضي خارقا يعني نشو تاريخ بوثيني قاسي عزيز لستومبي ميك ناس خذ يحر وريفين خاص الحقيقة، ولكن ميوض الواقع حينس أنه يقاضي خارقا أن نشي الناس زنافع الدعوة ضد إسبانيا خدمين في الغازات السامة. الغرض النص هو أنه ذوك ذي المصداقية كمناظرين شرفاء، يازو ذوك ذي المصداقية المنظمة الوحدة الريفية، ويازو يسقط الرسالة المخابرات الإسبانية على أساس أنه نتا قياسو. بالعكس الحزب الوطني الريفي هو أول من ترافع ضد إسبانيا، أعتقد في 2022 و 2023 الحزب الوطني الريفي إساس الملف الغازات السامة كي مقر مجلس حقوق الإنسان لجنيف أعتقد لجنيف نعم راح مدين وكان حوار جن صحيفة إسبانية تلقى حوار أقولني مقام رضوان الشباح الناس أنه شين الملف خاص نترافع أنا وفي أساس الملف من هي يسير خاص بعض المنابر الإسبانية منابر يعني في الإسبانية وقتني نشاط الحزب نشاط أو يعني الحوار اللي كيسكينا رضوان ومن يقصبوا الثق، بمعنى أن الحزب الوطني ما يسمى بالحزب الوطني الريفي انت يجي ترفعن يعني اسبانيا الملف فوانيتين. اما الشيء منظمة الوحدة الريفية الملف طبيعة الحال مهم، ولكن وغنهبوش نيا نترافع اسبانيا وعين الزاق ممكن غنجيني انه شي اسبانيا خصها تريد الحليفه، وباش تريد الحليفه وسما خاص ترافع، ولكن المتخلفين ايدا الجهلاء اينا تحاول انا نختار من الشين سمين تقنيثني وتاكد يعني الملف الغازات السامة شنو غنقولش النية خاص ترافع، ولكن ممكن خاص تتفاهم مع اسبانيا مستقبلا. وذي القضايا النغري ماشي الغازات السامة، ولكن دي القضايا النغري لان اسبانيا طبعا الحال غاسي مسؤوليه يعني تاريخيه وقانونيه بجماعه المصريين يعرف وزمتنا نكا لانه تحت الزعرف، ولكن شي اسبانيا ناسو تريد الحليفنا كذي ريفيا، وباش اسبانيا تريد الحليفنا انه يخسر شنو يريق المستوى، وبالتالي باش تطول الشيخ اخون واكيد نشنقي نهارا نشنقي يومين ندير يجن البيان توضيحي مكتوب اثيد ننشا استعرف اثيد ننشا كذلك خلي اسبانيول وغنغيري ان شاء الله نهار 0/10 جيرث يجن اللايف توضيحي قيت مسرينا بشكل مفصل وذين اللي مسرين نغني ادير التوضيح ذا الرد الاكاذيب المسمى جابر الغديوي طبيعة الحال يدورن الصراحة يعني ديجن العيب في القضية نعرف ديجن الكارثة في القضية نعرف، والمصيبة أنه يعتقد العكس رغم أنش وغير تحول غبوخة خاص دارة، ولكن مثوض الواقع حينسى الدرجة ثانيتين هادي قاي خارقا قد الشين إمرينا الزونا في الدعوة اسبانيا قلمين في الغزات ما تنق يعني بدون يعني اتنق بكل اعتزاز يعني بكل جرأة وبكل وضوح، وانت قد زي حد
هاد الشيء ما يتعلق زي القضايا نعرف وانت تقول زي حد، وانت تقول زي اسبانيا ولا زي المخزن ولا حتى شي حاجه، ولكن غنلقى حسابات، بمعنى انت الحسابات سياسيه، غنبقى من حسابات سياسيه لانه تمارس السياسه، لان انت فاش نحاجز المنطق السياسي، الممارسه السياسيه تقتضي انه تنق مراج نحاجز اتفيد عريف اتنق سياسيا، ولكن يجي نحاجز تظهر نعرف وزماتني وثقافة تريفيين يرث على يقين ان المنظمه الوحده الريفيه وزماتك شي حاجز اظهر عارف، ولكن دق مسائل غينفع النعرف سواء رغم شكل المرحله سياسيا. السيتيم غتريد ضد براتينو وقاغاس وميقان جابي الغديوي لك الخزي والعار الشمات، لانك اكبر جبل واكبر مخوي تخوض كاع الاعراض لنا، تخوض كي الحياه الشخصيه ومع العلم واك اليقين لك شفت مليح كطازي ريفيا انه نحشي اشرف زيك مليون مره، واننا اصدق القضيه نعرف من كطازيك مليون مره، ولهذا لا داعي خلق تزايد اتقاضي خارقني ريفيا، اتقى من وايد جيني ريفيا باش كتقد البوز مشقاك تتسا شك لا تصلح للقضيه الريفيه لعده اعتبارات، وتجي تحقاش نيخس نقص زي القيمينك نيخ كاغش لا حاشا، ولكن بحكم التجربه وكذاك الاحتكاك وكذاك شك ودي شي مؤهل القضيه نعرف. اولا اخلاقيا شك ريفيا مره ثكتن ثيريفيا مره ثكتن مره خونتن وتجد حد هاليا يسر اليمين هاليسار الحركه الثقافيه الامازيغيه سلفيين المهم وتجد حد يساري وتجد حد وخلي جمهوريا تخوض النار، بمعنى شك ديج المشكل تشتت الذيري فين خرج الصراع، وبالتالي اخلاقيا لا تسمح باش تريد باش تدافع الخير فيه. من الناحيه المعرفيه ودي شي مؤهل ما غالي ان شكون تقاض شيء من خلال اللايفات اليك هذه سنوات تقض اللايفات اليك السنغ اللايفاتين كيرسو جاك عزيز بعض الاخوان الناي إراك دي تارين من غادي ذيك اللايفات دفعنش كي الواجهه، ولكن وني ديج الخطا استراتيجي كيد لان المعرفه تكتسب ماشي تكتسب في القراءه في الاهتمام. اش يمكن هذه 10 سنين يبدا تقاد خريف ربما خلا يبقى اللايفات حتى شي لا اشي طازي 30 سنه زكو من خريف، وبالتالي معرفيا ماشي مؤهل، لان الممارسه السياسيه الدفاع عن القضايا السياسيه الكبرى للشعوب طلاب بغا كثير المعرفه وقاش تريد متخصص كيجي المجال، ولكن اتيري غاك المعرفه بما التصغير تفغاك البحث تاع الزود كي المسائل التاريخيه كي المسائل الادبيه كي المسائل القانونيه وكي حتى بمحل حتى الدينيه. ما نعيش غاك تجي شيء ماشي تستحقاش ولكن هو الواقع مش مصاب اتفغاك المؤهلات تاعنا الاخلاقيه والمعرفيه مؤهلات سياسيه وغاك شيء من الناحيه السياسيه وغاك شيء وتسيت تمارس السياسه والله ما تسيت تمارس السياسه ما غا، لان شك تصارع الجميع تصارع الريفيين سكورشي سياسه المغارب ونيتك السياسه باش هذاك تقني وذان باش خاص تفني وذان خاص يحترمي وذان خاص هذه امن الاختلاف خاص هذه امن التعدد وتجي شي
غاسير المنطق اني الأحادي قنشمي غتجا الحقيقة والآخرون في ضلالة مختقني سلفيين قاشك غاك التفكير تكفيري، وإن كانوا تجيشي ديني ولكن تكفيري بالنسبة لي فيا، لأن تكفى تنقل القضايا نسد أنه مروف كان شي يمشي خاطرين كفان زي القضية أنا نعرف لا منطق غير سليم. وبالتالي من الناحية السياسية وغاك شيء السياسة ذا الفن، السياسة بعد النظر، السياسة التفكير، السياسة القراءة الواقع باش زي من انطلاق زي القراءة من الواقع اتسبب من غادقد اتسبب من خصوها تقد اتميز من وخا بنادم يتعادش ذاري في يتعادش اللي غيتهاجمش اتسبب غاك يستعامله، ولكن ما يشكو تسين شيء. من الناحية التنظيمية وغاك شي هذا ومتينو وزريغ الشدري بينو كيدكم كيل ما يسمى الحزب الوطني الريفي، ومن تنظيميا وغاكم شيء تنظيم ضعيف، تفتقد من الثقافة التنظيمية، تفتقد من الفهم الآلية العمل وتحترم من شيخ اللي الآلية العمل وتحترمهم ميزي غتخدم ذارف ميزي غتحفظ الغيوذان. السياسة التكتيك، ولهذا باش نطول شيء حق الزواد قريجون 10 دقائق ولكن ثوت 27 دقيقة حاليا. المنايا إثبات سويثما سيتي مغتري ثوت براتينو، وبالتالي تأكد أنه نشين وغنغوشين نية نترافع ضد إسبانيا في القضية من في الغازات تسمى أنه نطمح للشين تيريجنا علاقة طيبة بإسبانيا، لأنه إسبانيا مسؤولة بطبيعة الحال عريف، ولكن ونعزو شي كيس نترافعو ولا كيس صراع إسبانيا لأنه ماشي كي مصلحنا بالمنطق السياسي القريب بكل وضوح. ردا خل بوسيلة الكذاب دوميقان جابر الغديوي. المهم المنايا يثمت سويتما اكيد غنغيريج الموعد قريبا ان شاء الله نهار السبت ان شاء الله 10 ربما جان 9:30 حتى 10:30 ربما 10 مهم، ومن بعد خويا فنحدد الموعد غنغيريج لايف بمشاركة ثومة عزيز ثومة ماسي، ربما كاين شارك الاخوان المغني هذه توضيحي لمجموعة من الامور وذرة دخل الاكاذيب المسمى جابر الغداوي سيء الذكر لنكون. تحياتي.